أهلا بيكم في فيديو جديد عن فرص عمل المهندس الميكانيكي في ألمانيا. الماكينات الألمانية يعني مهندس ميكانيكا. هل فعلا ألمانيا بتعتبر جنة المهندسين الميكانيكا زي ما بيقولوا؟ ده اللي إن شاء الله هنشوفه في حلقة النهاردة. كمل معانا الفيديو الآخر وإن شاء الله تستفيد. كل جهاز وكل آلة بيبقى نابعة من فكرة. الفكرة دي بتبتدي من ساعة تخيل أصلا الآلة، وبعد كده بناء الآلة، وبعد كده إنتاج الآلة أو تطلع في الآخر منتج نهائي. أنت كمهندس ميكانيكا مسؤول عن المسار ده كله بالظبط، وتوصل إن الآلة دي تشتغل بكفاءة عالية وتشتغل بكل طاقتها الإنتاجية. وعشان أنت كمهندس ميكانيكا تعرف تعمل كل اللي إحنا قلناه ده، لازم يكون عندك مهارات فنية وإبداعية وتحليلية جامدة جدا عشان تقدر تشتغل في كل المجالات هنا إن شاء الله في ألمانيا. أنت بس مش مرتبط بس بالماشينز أو الماكينات اللي ممكن تشتغل عليها في ألمانيا، ممكن تشتغل في قسم الميكاترونكس أو المصانع أو العمليات المعقدة داخل المصانع. كل ده انت بتخش فيه. يعني ممكن تتخيل اي منتج في الدنيا، حتى لو فرش السنان بالكهرباء، ممكن انت كمهندس ميكانيكا تشتغل في مصنع بيصنع فرش السنان بالكهرباء. لو تخيلنا مصنع تاني ممكن بينتج محركات سفن، انت برضه كمهندس ميكانيكا ليك شغل هنا وليك شغل هنا. دورك انت بيجي في التصميم ومراقبة الانتاج والنظام كله على بعضه تمشيه ازاي. وممكن في بعض الشركات تشتغل كل المراحل دي مع بعض. نفترض انك درست هندسه ميكانيكا، تعال نشوف التخصصات اللي ممكن تشتغل هنا فيها في المانيا بعد ما تدرس هندسه ميكانيكا كبكالوريوس او كماجستير. كمهندس ميكانيكا تقدر تدوس في اقسام كتير ومختلفه جدا، زي تصميم وتصنيع والتصور والانتاج والتخطيط والتنفيذ والصيانه والاداره. تفتكر في ألمانيا في كام شركة ممكن تشتغل فيها كمهندس ميكانيكا؟ تقدر تشتغل كمهندس ميكانيكا في أكتر من 6300 شركة في كل التخصصات المتنوعة. الظروف ممكن تجمعك إنك تشتغل في شركة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. ندي كده مثال، لو هتشتغل في تخصص هندسة ميكانيكا العربيات أو الطيارات، نسبة كبيرة جدا هتشتغل في شركات متوسطة، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. لأن 90% من الشركات اللي بتشتغل في التخصص دوت هي عبارة عن شركات متوسطة. وممكن كمان تشتغل في شركات تانية وتاخد فرص تانية في قصة الروبوتكس والأتوميزيشن. الفرعين دولت ليهم شغل جدا وحلوين جدا في ألمانيا. ممكن بقى بعد كل الكلام المقدمة الطويلة دي ممكن نشتغل في 4 أقسام رئيسية ممكن نحددهم كمهندس ميكانيكا جوه ألمانيا. إيه هم بقى؟ أول قسم هو قسم التطوير انفيكلوم، وهنلاقي مهندس التطوير اللي هو انفيكلوم انجينير مسؤول عن تطوير الآلة من أول ما كانت فكرة لحد ما بقت منتج جاهز في المبيعات. ومهمتك انت كمهندس تطوير انك انت تهتم ان العمليه اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها ماشيه من غير اي مشاكل وكله ماشي زي ما هو مخطط ليه. تحاول كمان انك تطور من سير العمليه، تزود كفاءه المنتج النهائي وتزود كفاءه الانتاج نفسه. ولو جينا بصينا زي ما بصينا في الفيديو اللي فات عن فرص عمل المهندس المدني في المانيا، هنلاقي ان احنا دورنا في 4 مواقع للبحث عن وظائف في المانيا، اللي هم ايه؟ Indeed.de, Xing.com, Stepstone.de، وبودنس اجنتور في اربايت، موقع نقابه العمل في المانيا. ولو بحثنا تحت قسم هندسه التطوير الميكانيكي هنلاقي حوالي 15000 وظيفه. نروح بقى على القسم الثاني، قسم الكونستراكسيون او البناء. انت كمهندس ميكانيكا بناء كونستراكسيون انجينير بتقوم بحسابات والتصاميم دي كلها على سوفت ويرز، برامج زي برامج الكاد، وبتتاكد ان كل حاجه جوه الماشين لازم تكون شغاله، وان الفانكشناليتي او الفكره او الوظيفه بتاعت الاله تكون شغاله بكفاءه عاليه. حتى كل كومبوننت وكل عنصر في الآلة جواه لازم يكون شغالة زي ما هو مخطط ليه. ومن العوامل اللي لازم تهتم بيها في القسم دوت الوظيفة والسلامة والتكاليف والموعد النهائي لتسليم المنتج. ولما جينا بحثنا في تحت المسمى دوت في المواقع الأربعة لقينا حوالي 4000 وظيفة. ثالث قسم معانا هو البرودكسيون، اللي هو قسم البرودكشن او الانتاج. كمهندس برودكسيون انجينير تحت مسمى مهندس ميكانيكا مسؤول عن الماتيريال او المواد اللي داخله في التصنيع، وكمان عمليه التصنيع نفسها والاجهزه والعناصر اللي داخله في تكوين الاله نفسها او الماشين. واهم عنصر في الموضوع ده كله انك تهتم ان المرحله الانتاجيه بتاعه الاله او الماشين او الحاجه اللي انت بتصنعها انها تكون زي ما هو مخطط ليه بالظبط، والمنتج النهائي يكون الفانكشناليتي او الوظيفه بتاعته زي ما انتم مخططين ليها بالظبط في الشركه. هنا عملنا بحث في الوظائف في القسم ده لقينا حوالي 3000 وظيفه في المانيا. اخر قسم رئيسي ممكن تشتغل تحتيه هو قسم التدريب او التوزيع، يعني تحت مصطلح مهندس ميكانيكي في السيلز. مهمتك انك تجيب الافكار والحاجات اللي ممكن تجذب بيها العملاء ان هم يشتروا منتج، وتحاول تشوف دايما عملاء جدد للشركه بتاعتك. ان انت عندك منتج، عندك فكره عايز تسوق لها صح، انت كمهندس ميكانيكا لازم تكون فاهم كويس عن المنتج بتاعك عشان تقدر انك انت تقنع بيه العميل اصلا. فالكوميونيكيشن سكيلز والمهارات الاتصال بتلعب دور كبير جدا في وظيفه مهندس ميكانيكا سيلز. لما جينا دخلنا في القسم دوت ندور بقى على الشغلانات اللي فيه لقينا حوالي 5000 وظيفه. عمالين نخش في اقسام رئيسيه، طب ما نيجي نعمل سيرش على مهندس ميكانيكا بشكل عام كماشين باو انجينير هنلاقي فوق 18000 وظيفه. طيب احنا قلنا ان مهندس ميكانيكا ممكن يشتغل في قسم الميكاترونكس، والقسم ده بصراحه فاجئني لما دورت على وظائف اللي جواه لقيت حوالي 80000 وظيفه. قسم لا يستهان به، في وظائف كتير جدا في المانيا تحت المسمى ميكاترونيكر. في بقى اقسام تانية فرعيه لمهندس ميكانيكا ممكن يشتغل برضو تحتيها، تعالوا نتعرف عليهم.
ميكانيكا المواقع او تشنك او فلويد ميكانكس لقينا فيها حوالي فوق ال 700 وظيفه. نخش على قسم الديناميكا الحراريه او الثيرموداينامكس هنلاقي فوق ال 5000 وظيفه. ونخش على علم المواد والماتيريال فيزنشافت هنلاقي فوق ال 3000 وظيفه. طب نيجي بقى نخش على تكنولوجيا الانتاج كونستراكسيون تشنك لقينا حوالي 5000 وظيفه. طب رحنا على بناء المحطات وقطاع بناء المحطات نفسها انلاجن باو برضه رقم فاجئني جدا ان انا لقيت حوالي 100000 وظيفه. رقم كبير فعلا يكون في تخصص واحد. يعني بصراحة أقسام هندسة ميكانيكا ما تعدهاش، بس يعني تعالى نقول كام قسم كده ورا بعض بالترتيب. لايشتباو والبناء خفيف هنلاقي حوالي 1200 وظيفة. ميتال تشنك تكنولوجيا المعادن متوفر فيه فوق 13000 وظيفة. فيرتجون تشنك أو تكنولوجيا التصنيع هنلاقي فوق ال 10000 وظيفة. هانتريب تشنك أو تكنولوجيا القيادة هنلاقي حوالي 18000 وظيفة. فارت سويك تشنك اللي هو مثلا تكنولوجيا العربيات أو الطيارات هنلاقي فوق حوالي 19000 وظيفة. فاين فاك تشنك أو اللي هي الهندسة الدقيقة أو الدقة الهندسية هنلاقي حوالي 3700 وظيفة. 3D موديليرونج أو 3D موديلنج أو سيميوليشن نفسها، يعني تعمل محاكاه للحاجه نفسها 3 دي موديلنج هنلاقي فوق ال 3000 وظيفه. برضه ماشين اليمنت اللي هي اجزاء الالات والماكينات لقينا فيها بس 500 وظيفه. اخر تخصص معانا هو تخطيط تشنك اللي هو تقنيه التروس هنلاقي فيها 2500 وظيفه. لو جينا جمعنا كل الوظائف والفرص العمل اللي احنا لقيناها جوه الوظائف دي على الاربع مواقع هنلاقي ان احنا لقينا فوق ال 320,000 وظيفه في المانيا. رقم مش صغير خالص. وده بقى يجي للسؤال، انتوا اكتبوا لي في الكومنتات هل انتم فعلا شايفين ان مهندس الميكانيكا جنته ان هو يشتغل في المانيا ولا لا؟ من ارض الواقع لو في حد بيشتغل في هندسه الميكانيكا جوه المانيا يا ريت يكتب لنا في الكومنتات ويقول لنا من ارض الواقع هل فعلا الارقام اللي احنا بنقولها دي بتعبر فعلا عن فرص العمل ولا لا، ويقول لنا برضه خبرته من امر الواقع ايه النظام. اكيد هو مر مراحل كتير عشان يشتغل هنا في المانيا، وبعد فترات من شغله اكيد برضه في معلومات كتيره جدا ناقصانا من الناحيه العمليه ومن ارض الواقع. ونيجي بقى يا جماعه على مرتبات مهندس الميكانيكا. هنلاقي المرتب السنوي لمهندس الميكانيكا بيوصل من 53000 يورو ل 66000 يورو سنويا. بيتحدد بناء على 3 عوامل رئيسيه. اول حاجه فيهم هو عامل الخبره. لو مهندس ميكانيكا خبرته اقل من 3 سنين بياخد تقريبا 52000 يورو. وزي ما انتم شايفين في الجراف كده كل ما تزيد سنين الخبره بيزيد المرتب معاه لحد ما يوصل المهندس الميكانيكا اللي عنده خبره فوق ال9 سنين بياخد حوالي 64000 يورو. في الصوره دي توزيع برضو الولايات كلها في المانيا وقد ايه انت كمهندس ميكانيكا تاخد في كل ولايه. وهنشوف ان ولايه ماكلنبرغ فوربومن هي فيها اقل اصلا مرتب للمهندس الميكانيكي في المانيا ب 46000 يورو سنويا. واكبر ولايه ولايه هيسن ب 65000 يورو سنويا. ثالث حاجه بتعتمد عليها المرتب حجم الشركه سواء صغيره او كبيره. لو شفنا شركه تحت 100 موظف هنلاقي المرتب بيوصل فيها لاقل من 53000 يورو سنويا. نفس الفكره يفضل المرتب يزيد بكبر الشركه لحد ما يوصل ان الشركات اللي فوق 20000 موظف يعني شركات تكون كبيره جدا لحوالي 75000 يورو سنويا. باختصار كده ان الارقام دي عباره عن ارقام تقريبيه لمرتب مهندس الميكانيكا في المانيا سنويا. يعني عشان تبقى عندك بس معلومه لو جالك عرض من شركه في المانيا تعرف ان المرتب دوت في اللذيذ منه ولا لا. في عوامل تانية ممكن تاثر زي الخلفيه الدراسيه سواء انت واخد بكالوريوس او ماجستير. لو انت واخد ماجستير ممكن المرتب بتاعك يزيد 10000 عن البكالوريوس او اكتر. ممكن مهاراتك الفنيه بمعنى انك انت معرفتك بالادوات والتولز والسوفت ويرز والبروجرامينج لانجوج اللي شغاله المجال او التخصص بتاعك. واخر عامل في دماغي دلوقتي ان انا اقوله هو عامل اللغه الالمانيه. لو انت الالماني بتاعك كويس جدا طبعا ده بتدي الشركه ان هي هتقبلك وعايزاك فهتديك المرتب اللي انت عايزه. لكن لو اللغه الالمانيه بتاعتك متذبذبه او وحشه ساعتها انت اللي بتبقى في الشركه مش اوبشن احسن حاجه فبيدوك يعني ممكن اقل حاجه للمرتبات. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو يا جماعه. اتمنى يكون المعلومات الفيديو النهارده عجبتكم. عايزك لو انت وصلت للنقطه دي تشجعني بالاشتراك في القناه ودوس الواحد اللايك المتين عشان نوصل الفيديو دوت لاكبر عدد ممكن من الناس يستفيدوا بيه برضو. وافتكر برضو ان كل ده ببلاش. وبصراحه دعمكم دوت بيخليني برضو استمر في المحتوى واعمل فيديوهات اكتر في المستقبل. ومش هنسيب ان شاء الله تخصص غير ما نتكلم عنه. كله جاي في طريق ان شاء الله. ولو في اي تخصص تحت قسم مهندس الميكانيكا ممكن تكتبوا لي في الكومنتات وانا احاول ان شاء الله اعمل لك سيرش عليه واقول لك برضو مجموع الوظائف اللي لقيتها فيه هل في فرص عمل ولا مفيش. اخر حاجه حابب اقولها لكم كل نجاح والتوفيق ليكم وان شاء الله يكون الاستفاده كامله ليكم من الفيديوهات اللي احنا بنعملها. انتظروني ان شاء الله في الحلقه الجايه من النوع دوت عن مهندس الكهرباء وبعديها هننتقل على المهندس المعماري وبعديها عن مهندس المساحه في المانيا. الثلاثه دول بالترتيب ان شاء الله هنقولهم في الحلقات الجايه. اشوفكم على خير ان شاء الله في امان الله. وكل سنه وانتم طيبين مع انها متاخره لان انا كنت عايز اصور الحلقه دي في عيد الاضحى بس فاتني للاسف الوقت. كل سنه وانتم طيبين برضو دايما في افضل حال وكل اموركم طيبه وجميله. في امان الله يا شباب. سلام.